هو فيديو صغير بتكلم فيه عن سبايدر مان نو واي هوم، عشان انا شفته وقلت بعمل ريكاب للحاجات بتاعت سبايدر مان قبل ما ادخل الفيلم بكره. والفيلم طلع وحش قوي يا جماعه، الفيلم وحش قوي. انا مش عارف ازاي كنت في، بس الفيلم ده لما نزل في 2021 وسط الهايب بقى، وفكره ان توب ماجواير موجود وتوم هولاند موجود وبتاع وايه دوت، كان فيه الهايب الرهيبه بتاعت الفيلم الجامد اللي هيكسر الدنيا. بس بعد ما شفت الفيلم دلوقتي تاني، تقريبا دي تالت مرة اشوفه من يوم ما نزل. شفته مرة في السينما، مرة بعدها بحوالي سنة مثلا، ودلوقتي الفيلم وحش قوي. الفيلم وحش قوي، وحش قوي في كل الأصعدة. تمثيل مش أحسن حاجة يعني. ممكن أجمد واحد في التمثيل كان هو ويليام ديفو. ويليام ديفو كان عبقري. كان هو ويليام ديفو جامد كده كده، ومن اجمل يعني احسن فيلن والارك بتاعه كان حلو قوي، واتعمل حلو قوي بصراحه. ويليام ديفو كان رهيب. بالنسبه للقصه سيئه، سيئه بشكل رهيب. ما كنتش متخيل كده يعني. انا وانا بتفرج على الفيلم ده ما كنتش شايف كده يعني. كنت شايف الهايب وشايف اوف ده توم ماجوار طلع ومش عارف. اما ايه القصه اللا منطقيه اللا معقوله ديت، اللي هو يروح سترينج ويقول له على التعويذه، يقعد يلخبط في التعويذه في النص، واللي هو يوافق اصلا بكل سهوله اللي هو يعمل له التعويذه اللي تنسي الناس بكل سهوله كده. يلا بينا هنعمل لك تعويذه بتنسي الناس. ايه ازاي يعني؟ مش منطقي تماما يعني ان دكتور سترينج يوافق على حاجه زي دي. وازاي تروح اصلا تعمل تعويذه زي دي من غير ما تقول له بقى ما ينفعش تغير فيها حاجه، وعندك ليميت وعندك حدود وخد بالك يعني. بيبقى في ممهدات يعني. انت لو بتشتري قهوه وواقف كده مثلا بتشتري قهوه من اي مكان بتاع قهوه، بيقعد يسألك شوية أسئلة وعايزها ايه، ومش بتقول له انا عايز السلام عليكم انا عايز قهوة. لو بتشتري قهوة بتقول تفاصيل. اما انت رايح تعمل تعويذة تنسي الناس اسمك، مش هتقول تفاصيل او مش هتوضح خد بالك مش هينفع تعمل كذا. ولما وضح برضه ما كانش بيسكت عشان خاطر يعمل مشكلة. تاني حاجة، الهول او الخرم الكبير اللي انت جبت لي شخصيات ماتت في الافلام اصلا ورجعتها لي من لحظة موتها. لو انت صلحت الناس دي وخليتهم احسن، هل هم كده مش هيموتوا؟ ما هم ماتوا برضو. ما النهاية واحدة. ما هم هيروحوا في نفس اللحظة. كانوا كويسين كانوا وحشين، هيروحوا في نفس لحظة الموت. يعني اوزبورن اللي دخل فيه البتاع اللي هي بتطير بتاعته دي ومات، هو اختفى. لو رجع تاني وبقى انسان كويس ما هتروح تموته برضه. يعني فين المنطق في مش فاهم بصراحة. فهو كفيلم، فيلم مبني وحش اصلا من اول، ما فيهوش منطق خالص. بس هم عملوا كل ده عشان خاطر يدونا مكافآت. ان بص ده انت عندك الاشرار كلهم، بص انت عندك ثلاثة سبايدر مان، بص احنا عملنا مالتي فيرس، بص مش عارف ايه، بص مش عارف ايه. هنعمل المكافآت اللي بعد كده كانت سيئة. وفيلم مالتي فيرس اوف مادنس بتاع دكتور سترينج كان فيلم سيء برضو. بس بكرة انا مستني اشوف فيلم حلو. اتمنى يعني، انا مش عايز حد يحرق لي اي حاجة، اتمنى اشوف فيلم حلو.